السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الجمال والقمر؟ حاجة كده تحفة. صينية فراخ بالخلطة تحفة، ولا الصوص بتاعها جميل جدا، مع شوية بقى رز ابيض او بطاطس محمرة في حتة تانية. تعالي اقولك على طول انا عملت ايه. جبت صينية وحطيت فيها المادة الدهنية اللي تعجبك، معلقتين كبار، ونزلت بالبصلتين مقطعاهم شرايح. هبدأ بقى ان هما اقلب فيهم كده لحد ما ايه يتبلوا وياخدوا لون بسيط خالص. يعني انا مش عايزاهم يحمروا، لا انا عايزاهم بس يدوبك يتبلوا حاجه بسيطه وياخدوا لون بالشكل ده كده. اكون بقى غاسله الفراخ بتاعتي ومقطعاها بالشكل اللي يريحك، يعني قطعيها بالتقطيعه اللي تريحك انت. هنزل بيها بقى كده على البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، الكميه بتاعتي كلها. واول ما تبدا ان هي تاخد بس صدمه، انا مش عايزاها تتحمر، لا انا عايزاها بس تاخد صدمه، مش عايزاها تنزل ميه ولا اي حاجه. بعد ما تعمل بقى هبدا ان انا اشيلها وانقلها في طبق تاني. يا دوبك هي كده كلها كانت خدت الصدمه بتاعتها معايا. نقلتها في مكان تاني وخليت البصل زي ما هو، وجبت قرن فلفل بفصين توم، فرمتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ونزلت على البصل. اول بقى ما يطلع الروايح بتاعته وتشم ريحة التوم مع الفلفل، هتبدأي بقى انتي عقبال ما التوم ياخد كده ريحة والفلفل، تكوني محضرة 4 طماطمات. انا حضرتهم كده مقطعاهم، ممكن تقطعيهم شرايح، ممكن تقطعيهم مكعبات زي كده، التقطيعة دي ترجعلك برضو. انا قطعتها بالشكل دوت عشان خاطر تتسبك. هتسيبيها بقى ان هي تتسبك كويس جدا. بعد ما قلبتها تقليبتين سبتها بقى على البوتاجاز كده يجي 10 دقايق لحد ما اتسبكت معايا، ونزلت الصوص بتاعها اللي هو زي ده كده زي ما انتوا شايفينه. لو الطماطم بتاعتك ما فيهاش ميه كتير وناشفه، ممكن تزودي شويه ميه مغليه عادي، مفيش مشكله، هتتسبك معاكي. بعد كده بقى معلقتين زبادي كبار او علبه زبادي من بتاعه السوق عادي العاديه دي الصغيره. هنزل بيها على الخلطة بتاعتي اللي انا عملتها اللي اتسبكت، واقلبها كويس. وانزل بقى بالبهارات، ملح، ودي 11 بهار، ممكن تستبدليها ب7 بهارات، وبابريكا، فلفل اسمر، وكاري، وبهارات فراخ. تديلهم بقى تقليبة كده مع بعضهم عشان يختلطوا كويس قوي مع بعض، يبقى الصوص كده مختلط بالبهارات بتاعته ومتشرب منها. هبدأ بس ان انا الاضافة اللي هضيفها ده مكعب، هنزل بيه على الخلطة ديت. لو انتي مش حابة ان انتي تنزلي بالمكعب عادي برضو ممكن تستغني عنه خالص، مفيش اي مشكلة. وممكن تستغني عن الزبادي برضو، مفيش برضو اي مشكلة، بس الزبادي بيديلها طعم حلو قوي. رصيت بقى الفراخ بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تاني، نزلت بيها وكنت غالية مية وزودتها، خليتها كده 3/4، وسبتها تغلي غلوتين بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وتسخني الفرن، تكوني مسخناه كويس قوي، وانا هكمل السوا بتاعها في الفرن بقى، وننزلها تحت الشوايه، تطلع معايا مستويه وقمر زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلتلكوا تقدموها مع رز ابيض، طعمها حكايه، ولا بطاطس بقى تحفه. متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد.